اللي سليم قوي يعني؟ لا بس في حداثة، في تجديد، في تعلم من الأخطاء. أظن المستقبل بتعملي ايه يا بنتي في وسط الصور دي كلها؟ فتحت استوديو ولا ايه؟ تعالى بس تعالى، لقيت لك كنز. دهب، ياقوت، مرجان، احمدك يا رب. قال لقيت لك كنز، قال ده انتوا تفقروا مش تغنوا يا حفيظ. لا بجد، ده كنز يشبع عينيك من الجمال والذوق والأدب والأخلاق. دول هينطوا من الصورة. لا انا عاوز كنز يشبع جيبي ويملى بنزين العربيه. طب ما تدوري كده يمكن تلاقي علامه كنز حقيقي ولا مكان مسخوط من المساخيط، والعب لنا الظهر شويه. يوه، انت ما عندكش غير القلش. طب اعمل ايه بس؟ ما شر البليه ما يضحك، ويا ريتنا كنا عايشين زمان قبل شغل الحضارات وتعب القلب ده. وتلاقيهم زمان كانوا بيقولوا يا ريتنا نعرف المستخبي ونشوف لمحة من المستقبل، ونعرف الدنيا هيبقى شكلها ايه بعد كام سنة. تفتكري لو جالك فرصه تسافري 100 سنه في الزمن، تسافري للماضي ولا المستقبل؟ أنا عن نفسي الماضي طبعا. انا هروح المستقبل. لا الماضي، والماضي السحيق كمان، مش 100 سنه بس، قبل اختراع الحضارات بقولك. ولا اقولك لا هروح المستقبل، مش عارف الحقيقه اقرر، عاوز اروح مره هنا ومره هناك. طب ما تيجي نعمل ما بينهم ماتش ونشوف مين هيكسب، امبارح ولا بكرة؟ ولا استنى، أنا عاوزة الأول كل واحد كان نفسه يعيش في الماضي الجميل الهادي أو المستقبل الغامض ده يعمل اشتراك ويفعل الجرس. امال اللي عاوز يعيش في الحاضر ده بقى يعمل لايك ويخليه في حاله. الزحمه. أنا عن نفسي مش بحب الزحمة، أنت عارف. شوف الشوارع كانت رايقة إزاي، لا ناس بتتسابق ولا عربيات بتكلكس ولا ميكروباصات وتكاتك عاملين تلوث سمعي وبصري. بص حتى عسكري المرور شكله طالع من تحت إيد المكواجي. والمستقبل هيبقى زحمه يعني؟ ده الناس مش هتخرج من بيوتها خلاص، كل واحد بيعمل كل حاجه اونلاين، مش هيبقى في تعاملات بشريه. لا بس عدد الناس هيكتر. لا اطمني، الحرب هتخلص عليهم. طب شفت بقى، زمن رايق من غير ما حد يموت. صوتي لزمان 1-0. وسائل التنقل. هو العسكري ده كان بينظم ايه اصلا؟ هو كان فيه غير عربيتين ماشيين بالمنافله؟ هي المنافلة دي منافله يا لينا، ما تعرفيش المنافله؟ زي زنبلك كبير كده بيدوروا بيه العربيات. ايوه استني، انا احب اروح المستقبل اشوف العربيات والطيارات بعد ما انقرضت خالص، واشوف اخترعوا لنا ايه. ده مش بعيد يكونوا عملوا زرار ينقلك في ثانيه من مكان لمكان. الله تحفة ده. اسقف لي سقفتين ابقى في امريكا، سقفتين يرجعوني. علشان ما تشتغلش بالمنافلة. كانت عربيات عقيمه، يا دوبك موتور وكام عجله يمشوكي من هنا لهنا في 200 ساعه. لا تكييف ولا كاسيت ولا اي رفاهيه، مش سامعه غير صوت العربيه وعماله تعملي كده ولا حتى سنتر لوك. لا والحق يتقال، انت عربيتك في الاوبشن وبتسمع كلامك، وفوق ده كله من غير بنزين. يا ابني من فات قديم وتاه، بس كفايه اوبشن التكييف دي تخلي المستقبل ياخد النقطه، وما خفي كان اعظم. 1-1. الازياء لعبتي. انا اقول لك بقى، زمان اللبس كان مقيد قوي، ستات ورجاله على مر الزمن تلاقي اللبس عمال يريح ويفك. لا ويقل ويصغر حجمه كمان، ساعات بيختفي. بس كانوا شيك صحيح. حتى في الماضي القريب شوف فساتين عصر النهضة، رغم جمالها وألوانها كانت كاتمة على نفسهم. لبس الستات والرجالة كان تقيل قوي. ولا بوريك الرجالة كانوا بيفكروا ازاي. ولا حتى الأربعينات والخمسينات ورقتهم أنوثتهم ووسامة الرجالة فظيعة. أما بقى دلوقتي بقى كله مريح وسهل، لا وكأنه مش لابسين هدوم أصلا. أظن لسه هيبقى أريح وأريح كمان قريب. على رأيك يمكن نمشي من غير هدوم. هتبقى هدوم فيرتشوال. اشمعنى دي اللي مش هتبقى افتراضية كده؟ نقطة للمستقبل وانا مغمض. لا وانا مفتح احسن. 2-1 للازياء الافتراضية. التقاليد.
من فات قديم وتاه، يبقى لازم التقاليد تكسب من غير كلام كتير. لا، ما هو مش كل التقاليد كانت مظبوطة يعني، مش كل الماضي كان وردي ولا متجانس، كان في مشاكل كتير قوي على فكرة في اتجاهات كتير، منها الاستبعاد مثلا. يعني الحاضر اللي سليم قوي يعني؟ لا، بس في حداثة، في تجديد، في تعلم من الأخطاء. أظن المستقبل هيكون أفضل، ده إذا درسنا أخطاء الماضي كويس وما كررناهاش. مش فاهماك، يعني قد النقطة لمين من وجهة نظرك يعني دلوقتي؟ بصي، المستقبل عمره ما هيتحسن من غير الماضي، فخلينا ندي نقطة لكل واحد منهم، يعني 3-2، بس يكسب المستقبل بفارق نقطة. بقولك إيه، أنا هسافر ل100 سنة قدام أشوف الوضع إيه وأرجع لك. طيب بقولك، صوتي أنا هديلي الحاضر اللي هو في إيدينا دلوقتي، ومنه للمستقبل، يا يحلى يا يبقى وحلة. اللي كسب معانا في الماتش المستقبل، بس احنا صوتنا للحاضر، لأن في إيدك أنت تصنع المستقبل. يا ترى أنت صوتك لمين؟ هيظهر دلوقتي على الشاشة 2 من أكتر الماتشات إثارة. Enjoy!